ولما تكوني بقى بتعملي الكحك بالجمال ده يبقى لازم يتطلب منك حتى من غير عيد. النهارده هنعمل مع بعض الكحك كده بطريقه بقى ايه مظبوطه جدا. هنعمله على السخن، بس عايزه اقول لكم بيدوب كده ذوبان، سواء هتعملي ساده او هتعملي محشي. المحشي كده هوت ما شاء الله كده هوت الحشوه جوه منه طريه كده هوت وبتدوب، والنقشه بتاعته كمان ثابته. يعني عايزه اقول لكم ما فيهوش ولا غلطه. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وتستفادوا منه، ولو استفدتي من الفيديو ما تبخليش عليا بلايك. لو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. الحاجه نبدا بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه كده حضر السمنه عشان خاطر انا هعمله على السخن زي ما انتم شايفين كده اهوت. هوزن 100 يعني كيلو و150 جرام. هكتب لكم في صندوق الوصف مقادير الكيلو بالظبط اللي حابب يعمل كيلو. دولت 100 كده وخمسين، يعني كيلو 150 جرام كده على الميزان. هكتب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف مقادير كيلو واحد بالكوبايه وبالميزان. هنا بقى ايه معايا 2 كيلو. وانا المره دي بقى جايبه دي اكياس مش سايب، لان العطار اللي انا بجيب منه الدقيق على طول سايب، ما كانش عنده دقيق بتاع كحك وبسكوت. النوع ده كان كويس معايا وسعره كان حلو، ده اسمه السبكي. فجبت منه كده هوت ايه اكياس، بس انا بحب انخل دي حتى لو كان اكياس زي ما انتم شايفين بيبقى احسن كده هوت، وبيبقى كده ان انت ايه مطمنه الحاجه بتاعتك نضيفه. نخلته بقى كده هوت الاتنين كيلو دقيق بتوعنا. تعالوا بقى نشوف هنحط عليهم ايه. هعمل فيهم بقى فتحه كده بالشكل ده عشان ايه السمنه كده اول ما تتعمل نحطها عليه. بصوا هنا السمنه بدات هي تسيح في حته كده صغيره، لسه ايه هتسيح. دلوقتي انا معايا كده محلب، المحلب ده بيبقى بذور كده بتيجي من عند العطار، بتطحنيها في المطحنه. ومعايا ريحه الكحك، هحط معلقه صغيره من المحلب ومعلقتين صغيرين من ريحه الكحك. والسمسم برضو هحط كده حوالي كده على كل كيلو 4 معالق كده كبار من السمسم. هنا اعرف بقى ان دي السمنه بتاعتي قدحت ازاي من غير ما تتحرق ولا تحرق على الصدر. بحط رشه كده من الدقيق على الوش مش من السمسم، من الدقيق دي بتبين لي اكتر. اول ما تحطي رشه كده من الدقيق وتلاقيها تعمل كده فككيها كده على الوش او تعمل فوران، تبقى كده الدقيق ايه او السمنه معاكي قدحت. بصوا بقى بنزل بشويه بشويه كده، وكل ما بنزل بشويه بصوا تحسوا ان هي بتعمل غليان كده هو. هي كده قدحت من غير ما تكون القدحان الجامد اللي هو تاكلي الكحكايه بعد شويه صدرك يحرقك. لا كده هوت ايه اول ما بتبدا تسيح مثلا اخر حته كده في السمنه وهي على النار، تبداي تختبريها تحطي رشه الدقيق لقيتيها بدات تعمل فوران كده على الوش كده، تبقى خلاص كده معاكي ايه تمام. هنزل بقى كده بيها وبمعلقه خشب كده اهوت. ابدا كده ان انا اقلب كده فيها واحده واحده. اوعي تحطي ايدك في المرحله دي خالص عشان خاطر طبعا السمنه قدامك بتبقى سخنه ومغليه. طبعا انا غلطت من البدايه، حطيت في حاجه ضيقه، هفضيهم دلوقتي في حاجه واسعه عشان اعرف ان انا إيه اشتغل فيهم كويس. بس ان انا قلت ايه اقلب بس كده الدقيق في السمنه عشان خاطر يعني ايه السمنه ما تبقاش سايحه معاه. خلاص بقى كده فضيتهم في كده، جبت كده حاجه ستانلس كده، بس ما تعمليش في حاجه المونيا. الالمونيا بتتفاعل وبتطلع لون اسود بعد كده. ان انا نوت عبال ما تبرد لان مش قادره احط ايدي فيها. ابدا اجهز الميه اللي هنشتغل بيها. معايا كوبايه ونص على الاتنين كيلو دقيق من الميه. عايزه تستبدليهم بلبن او تبقى خليط لبن على ميه براحتك، هي الميه برضو بتبقى جميله جدا في الكحك وبيبقى بيقعد وقت اطول معاكي. حطيت 6 معالق من السكر على الاتنين كيلو، يعني كل كيلو هيبقى 3 معالق. وكل كيلو معلقه خميره صغيره، يعني يعتبر معلقه الشاي الصغيره. حطيت معلقه صغيره من البيكنج باودر، يعني الكيلو عليه نص معلقه صغيره عشان ما يتنفخش معانا والنقشه بتاعته تضيع. هقلبهم كده كويس مع بعض، وطبعا الميه دي كانت دافيه فيها دفعان بسيط كده مش سخنه قوي. هنا بقى ايه اللي يعني المكونات دي هديت شويه، نبدا كده نبسها كده اهوت، ندعك كده اهوت كل شويه كده اهوت في كف ايدينا لحد ما اخلص الكميه كلها كده اهوت، ويبقى الخليط معايا ناعم كده يبقى عامل شبه العجينه. بصوا شويه اللي في ايدي عاملين ازاي، بصوا بقوا دايبين خالص وناعمين ازاي. احنا عايزين العجينه كلها تبقى كده. بصوا بقى انا خلصت كل الكميه كده اهوت، وبرضو بقيت اجيب المعلقه كده لان لقيت فيه اجزاء سخنه. بصوا خليتها كلها ناعمه ازاي، شكلها اختلف خالص عن من شويه. لازم تبقى معاكي بالشكل ده كده. بصوا يعني تحسي انها عجينه كده طريه كده اهوت وسايحه في نفسها. في الوقت ده بقى كده الخميره زمانها كده اهوت ايه خمرت كده، هنجيبها ونشوفها مع بعض. بصوا كده ايه، يعني احنا طبعا مش حاطين خميره كتير. حطيت دلوقتي بقى ايه رشه الملح لان انا ما حطيتش ملح في الدقيق، عشان كمان ساعات بيبقى ايه مكلكع في حته كده، فاحنا هنحطه في الميه عشان ندوبه.
هبدا بقى انزل كده اهوت بشويه شويه كده من الخميره اللي احنا عاملينها. احنا مش بنعجن، احنا بنقلب، بنحط شويه بشويه كده اهوت وبنقلب واحده واحده كده لحد ما نخلص كميه الميه. زي ما انتم شايفين كده انا عامله كوبايه الا ربع بس من الميه على كيلو دقيق. زي ما انتم شايفين كده انا مش بعجن، انا بس كده بحط وبقلب، بدخل الميه جوه العجين. جربي بقى انت بالمقادير دي، المقادير دي مظبوطه جدا وهتطلع معاكي ما شاء الله كحكايه ناعمه جدا، وفي نفس الوقت ما بتتفرفتش منك كده اهوت، وتقدري تحركيها وتشيليها كده ايه وتنقليها مكان ما انت عايزه. انا كده حطيت بقيت كميه الميه كلها اللي هنحطين فيها الخميره والسكر وكل حاجه. اختبر بقى العجينه كده معاكم واخد منها قطعه. بصوا بقى بتبرميها كده اهوت، يا تضغطي عليها يا تجربيها بالبصامه. لو لقيتيها بتشقق معاكي شويه يبقى محتاجه ان انت تدلكيها في ايدك، مش محتاجه ميه ولا حاجه. بصوا عملتها بالبصامه كده، النقشه طالعه ما شاء الله ثابته ومفيش تشققات من الجناب ولا اي حاجه. العجينه بتقطم معانا ما فيهاش عرق ولا حاجه. كده العجينه مظبوطه. هاخدها بقى كده ارجعها مكانها في الحاجه اللي انا كنت عامله فيها من الاول، وهسيبها كده ترتاح شويه عبال ما اجهز الحشوه بتاعتي. عايزه اقولك لما بترتاح كمان وتقعد بتبقى طريقه التشكيل بتاعتها اسهل واحلى بكتير بجد والله، بتبقى جميله جدا. هغطيها كده اهوت بطبق وبالكيس اللي كان فيه الدقيق. وهنا هبدا اخد بقى كده ايه الحشوه. انا هحشي النهارده بملبن واحط عليه كده عين جمل كده بسيط. نفضت بقى كده اهوت النشا الزياده اللي كان في الملبن، وهبدا كده حطيت عليه حته سمنه كده صغيره كده اهوت، عشان السمنه بتخليه ايه يعني ما يلزقش في ايدك وانتي بتبرميه، ويبقى في نفس الوقت طري كده هو لما يخش الفرن ويستوي. خلاص بقى كده اهوت انا هبدا كده ايه يعني اطريها كده اهوت بالشكل ده، وبعد كده هبدا اشكلها اكورها بالشكل ده كده اهوت. مش هحط عين الجمل دلوقتي، كنت الاول بكسر عين الجمل واحطه واقلب، فلا دلوقتي بخلي ايه كده لوحده. بص هو مش لازق في بعضه بسبب معلقه السمنه اللي حطيناها، وكان عندي من الاول من العيد شويه عجوه كده اهوت برضو هستخدمه. هنا بقى بصوا العجينه معايا ارتاحت كمان اكتر، وانا شغاله فيها كمان والله كانت انعم واطرى. بصوا باخد قطعه كده بدلكها ما بين ايدي واعمل لها فتحه، وباخد بقى كده واحط فيها الحشوه. وعين الجمل بقى ايه يعني بص شويه دولت كده اهوت ب50 جنيه بصراحه، بيعملوا معاكي كميه كبيره. باخد قطعه كده اهوت من عين الجمل مع حته الملبن، وبتبقى بالشكل ده. بقفلها وبعد كده بعملها بالبصام. بتطلع بقى بصوا النقشه معانا ثابته. وممكن كمان عشان النقشه تبقى احلى كمان معاكي بتحطي بتكوري الواحده وبعد كده تحطيها في الصينيه. هوريكم واحده تاني. بصوا باخد الحته كده يعني ادلكها ما بين ايدي عشان ما تشققش معانا بعد التسويه ولا واحنا بنشكل. بحط بقى حته كده من الملبن وحته من عين الجمل، بقفلها بالشكل ده. العجينه عشان مظبوطه بتتقفل معايا كده ما بتدوخنيش ولا بقعد اقفل فيها بالعافيه ولا حاجه. بصوا بقى هنا بعد ما بحطها في الصينيه بضغط عليها بالبصمه، بتطلع برضو النقشه بتاعتها يعني مظبوطه، وبتطلع الواحده كده ايه يعني الرسمه بتاعتها كده مظبوطه. اعمل بقى الكميه كلها بالشكل ده كده، وعايزه اقولك والله ما بتاخد وقت، وعملتهم لوحدي ما فيش حد يعني كان مثلا بيعمل معايا. انت كمان لو في حد جنبك بنتك او اي حاجه كده وبيساعدك وبيقفل معاكي مش هتاخد معاكي يعني وقت خالص. بصوا بقطع وبحشي وببصم في ساعتها كده، بتطلع معايا مظبوطه وجميله. انا بقى لما بكون هعمل حشوتين مختلفين لازم بقى ايه اخلي الشكل مختلف، فهعمل اللي بالعجوه كده معاكم اعملها بالمنقاش. بصوا بتتقفل برضو معايا بكل سهوله، بس العجوه لو ناشفه حاولي كده اضغطي عليها كده بايدك قبل ما تحطيها في الكحكايه عشان ما تبقاش ايه مكلكعه في النص، يعني خليها مبططه كده شويه. والنقشه بقى اللي انت حباه. العجينه عشان هي ناجحه النقشه طالعه مظبوطه فيها، البصمه طالعه مظبوطه ما شاء الله بجد العجينه مظبوطه جدا. بصوا بقى النقشه دي جميله ازاي وبتبقى حلوه، وبرضو والله ما بتاخد وقت. انا بحب اعمل شويه كده وشويه كده. هعمل معاكم كمان نقشه وبعد كده بقى اروح اكمل الباقي كده مع نفسي وارجع لكم تاني. بصوا النقشه دي برضو جميله كده، بعملها كده حرف الزائد، وبعد كده في كل ربع من ده كده بعملها عكس عكاس، بتبقى شكلها جميل جدا والتقفيل بتاعها بيبقى حلو. خلاص بقى انا هكمل بقى اللي بالعجوه كله بالمنقاش واللي هو بالبصامه. انا على فكره عملت كده نص العجينه بس عشان انا بعمل لوحدي، هسوي على طول. انت بقى لو انت حد بيساعدك خلصي كل الكميه وابداي سوي، او لو عامله كيلو برضو بس خلصيه وابداي سوي. انا عشان عامله 2 كيلو بعمل فيهم لوحدي، دخلت كده ايه اول كده هو الصاجين عملتهم
على درجة حرارة يعني متوسطة، ولا عالية قوي ولا واطية قوي. بقى الشكل ده كده فضلوا كده كام حتة كده هو سادة، فحبيت اعملهم برضو بشكل مختلف. فبصوا بقى ايه حتى العجينة وانتي بتبرميها ما شاء الله، يعني بصوا الشكل كمان اختلف لما العجينة بتقعد شوية وترتاح، بجد ملمسها بيبقى احلى بكتير. عملت بقى السادة كده هو بالشكل ده. انت لو عامله كميه كبيره من الساده خليه لوحده، عشان الساده بياخد تسويه غير اللي هو المحشي. بصوا بقى بجد عايزه اقول لكم والله العظيم كانوا الشغل فيهم متعه جدا وحلوين قوي. هنا برضه حبيت ايه بقى اوريكم كمان اللي حابب بقى يتفرج على النقشات. بصوا مفيش اسهل منها، بسرعه كده هوت. والعجينه ما شاء الله بجد والله كل ما كانت بتقعد كل ما كانت كده الشغل فيها مريح جدا. عملت هناوت ايه بقى يعني بشكل تاني مختلف كده هوت، يعني انتي ممكن تخترعي كده وانتي قاعدة بتعملي النقشة تخترعي. بصوا بقى النقشة دي كمان جميلة جدا، بعمل خط كده بالطول وبعد كده بعمل بالورب كده هوت، واعمل قصادها كده هوت تاني بالعكس زي ما انتوا شايفين. والجنب التاني هعمله بنفس الطريقة كده هوت عشان يبقى شكله كده هوت ايه يعني شكلها شيك. بصوا بجد والله النقش دوت بجد متعة. بس بقى اللي عامل كمية كبيرة ومفيش حد بيساعده بيضطر يعمل بالبصامة كده عشان ينجز. بصوا الاشكال اللي عاملة ازاي جميلة جدا. سويته بقى بصوا طلعتهم بقى كده خلاص ما شاء الله، سويت كل الكمية. عايزة اقول لكم بجد ريحتهم وطعمهم بجد كانوا خرافة. وزي ما انتم شايفين النقشة ثابتة ازاي، هي حجمها بيزيد شوية في الفرن حاجة بسيطة، بس النقشة ثابتة ما شاء الله بجد يعني يعني طعم وريحة كده من الاخر احسن من اي محل حلواني. بصوا ده كان اخر حاجة كنت صوراها معاكم، كمية كبيرة جدا من 2 كيلو. لو انت عملتي كيلو بس بجد هيعمل معاك كمية حلوة جدا. عايزة بقى كده اوريكم كام واحدة كده بقى رشيت عليهم سكر بقى كده هو طعمهم خرافة. دي السادة مستوية من جوه ودايبة وناعمة عاملة ازاي، وكمان اللي محشي الحشوة من جوه طرية كده هو. وبصوا عايزة اقولكم والله ولا بتشد ولا اي حاجة، تسوية مظبوطة والمقادير نفسها مظبوطة، بجد حاجة كده تشرفك كده هو قدام اي حد هيدوقها. حتى اللي بالعجوة ما شاء الله بجد العجوة من جوه طرية مش ناشفة. بس الكحكاية تدوسي عليها كده بتتفرفت كده لوحدها، والعجوة من جوه طرية ومظبوطة جدا. بتمنى الوصفة بتاعت النهاردة تعجبكم وتستفادوا منها، ولو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.